بسم الله، توكلنا على الله. هنبدأ فيديو النهاردة. هنعمل مكرونة بالبشاميل مغرقانة في صوص البشاميل، ومن أقل كمية لحمة احنا هنعملها هتبقى جميلة جدا ولذيذة، وش مقرمش ومن جوه غرقانة في صوص البشاميل. يلا بينا هنشوف نعملها ازاي. اول حاجة هتيجي اعصج اللحمة بتاعتي. هنزل بمعلقتين من السمنة وهنبتدي نعصج اللحمة. كميه البصل قد كميه اللحمه بالظبط اللي احنا هنستخدمها. وهنبتدي كده ننزل. انا بحب يعني اخلي البصل تتبيله بسيطه، وبعد كده بنزل باللحمه وهضيف لها ورقتين لورا ومع حبهان ومعلقه من الفلفل، وطبعا معلقه صغيره ومعلقه صغيره من البابريكا. وهبتدي اقلبها. معلقه كبيره من معجون الطماطم او ربع كوبايه او نص كوبايه من الطماطم الفريش. وبعد كده هننزل بالملح والفلفل بتاعنا وهنديها تقليبه. وبعد كده هنزل بنص كوبايه من الميه وهخليها بقى تستوي على نار هاديه، والطماطم بتاعتي تبتدي تتسبك كده. اللحمه المفرومه بتاعتي خلاص خلصت ودخلت في مرحله السوا. هبتدي بقى اعمل البشاميل بتاعي. 3 معالق من الدقيق معاهم 3 معالق من الادام، سواء زبده او سمنه او زيت اي حاجه. وهبتدي اقلبهم كده واحمر الدقيق لحد ما ريحته تطلع. وهنزل بربع كوبايه من جبنه موتزاريلا وانزل باللبن بتاعي. اي نوع جبنه متوفر عندك حطيه. الخطوه دي بتخلي لك البشاميل بتاعك كريمي كده وطعمه تحفه. خلصنا البشاميل وبقى زي ما انتم شايفين كده كريمي، ولا هو تقيل ولا خفيف. المكرونه بتاعتي انا سلقتها نص سلقه علشان لسه هتكمل سواها في الفرن. ببتدي انزل بجزء من البشاميل واقلب المكرونه كلها. وبعد كده بنزل بقى هنا باللحمه بتاعتي. ودي التركيه اللي انا بعملها. انا ما بعملش المكرونه طبقات. انا بقلب البشاميل واللحمه مع المكرونه علشان كل شوكه هناكلها هتبقى فيها طعم اللحمه. وهنزل بشويه من البشاميل في الطاجن بتاعي. بعد كده انزل بالمكرونه وعلى الوش شويه بشاميل مع شويه جبنه. طبعا الجبنه دي اختياري، لو مش متوفره عندك مفيش مشكله، ممكن تجيبي بيضايه مع شويه بشاميل تقلبيهم مع بعض مع ملح وفلفل وتحطيها على الوش، هتديكي نفس النتيجه. الوش مقرمش وتحفه. بصوا بقى، مكرونه سايحه دايبه، خطيره. كل شوكه هناكلها فيها اللحمه فيها بشاميل. اتمنى تجربوها. الطريقه دي حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. ولو لسه مشتركتوش في القناه اتمنى تشتركوا. وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم اتمنى لايك وشير وكومنت جميل، وقولوا لي رايكم في المكرونه ايه. يلا باي باي.